جماعة الخير، انتم كاع المشاهدين الاعزاء الاحبة، روحوا ديروا في جوجل الجزائر وكذا، شوفوا شكون يهاجم فينا. يعني هم يصوروا بلي العالم كله يهاجم فينا. شوف جرايد بريطانية انت تهاجم في الجزائر، جرائد الوزير فرنسا. السابق قال لك 9000 صحفي حسبناهم. اسمع يو عندهم مشكلة مع فرنسا، مع فرنسا وما تكتبش عليه. والصحف الفرنسية عمرها ما يجبدوا خبر حدث يعلقوا عليه. اما هجمات يعني يوميا يكتبوا على على الجزائر لاهين بينا ما كانش. شفت جرايد امريكيه تكتب علينا، جرايد المانيه، حتى الجرايد الاسبانيه نهار داروا المشكله مع اسبانيا. صحيح. وعامين هم مديرين مشكله مع اسبانيا. ما كان الصحافه الاسبانيه قاعده تكتب في على الجزائر كل يوم تهاجم فيها. هذا وهم بعبع يخلقوا فيه فقط، وخطاب يعني كرروا في خطاب رديء جدا حول مؤامره على الجزائر. يا ولدي واحد ما على باله فيك. الجهه اللي باه نكون صادق، يعني الجهه الوحيده اللي تلقى فيها مقالات تنتقد الجزائر هي عباره عن مواقع خاصه مغربيه. اوكي يا سي بو عمامه، لا تقصد انت مواجهه مواقع خاصه مغربيه هكذا، لانه انت راك مداير حمله، انت مداير حمله. هناك مواقع خاصه مغربيه وجرائد خاصه مغربيه تنتقد الجزائر، ممكن تهاجم الجزائر، لكن انت تسخر في التلفزيون الرسمي، التلفزيون العمومي مال الشعب، مخصو العمومية مش الخاص، كل يوم تقارير على المغرب. صحيح. هاي طيب، كل يوم. البارح داروا 2 تقارير. هاو الفقر في المغرب، هاي خلات في المغرب، ها انتهاكات الحقوق الانسان هم يضربهم يقتلوا فيهم في المغرب، راح ينهار، مات الملك او مريض امس هم لقاوش الوريث نتاعو، هاي خلات عليهم، صبت الامطر، الريح في المغرب، جاهم الثلج كل يوم. هذه يوميا في التلفزيون الجزائري. موش عيب عليك انت؟ موش عيب عليك؟ خلي جرايد خاصة مع جرايد خاصة، الله يسهل. لكن أنت كمؤسسة الدولة اللي هي ناطقة باسم يعني السلطة وواجهة الدولة، المفروض ما من عيب. كلام صحيح وصادق بنسبة 100%. صراحة من النادر جدا أن أستمع إلى إعلامي جزائري يتكلم بهذه الواقعية والصراحة. طبعا هذا الإعلامي الجزائري حاليا غير متواجد بالجزائر، وكلامه صحيح بنسبة كبيرة جدا. عشرات المواقع الإخبارية بالجزائر خاصة وكذلك حتى عامة تتكلم بشكل يومي عن المغرب وما يروج بالمغرب، وكل كبيرة وصغيرة، وعدد مهم من ما ينشر هو فقط يعني أكاذيب وبهتان، وفقط من أجل خلق واحد النوع من البروباغندا داخل الجزائر أنه هذا الجار الغربي للجزائر انظروا إلى وضعه وماذا يقوم به وما يفعله وخططه وأساليبه للنيل من الجزائر. بينما من يعيش في المغرب سواء مغاربة أو حتى بعض الجزائريين يرون واقعا آخر. وحتى في المغرب لا أحد يتكلم عن الشأن الجزائري بشكل يومي. أوكي، الإعلام الخاص بالمغرب يتكلم من حين إلى آخر عن الجزائر، ولكن الإعلام الرسمي لا يتكلم عن الجزائر إلا إذا حدث شيء ما يعني عاجل أو رسمي، وكيتم التداول ديالو عبر مواقع إخبارية دولية. ولكن النظام الجزائري لا لقى أنه لقى الضالة ديالته في المغرب للهروب إلى الأمام، ولدرجة أنه كيف قال السيد في المداخلة ديالته يتم تخصيص يعني كل يوم مقالات إخبارية وريبورتاجات عبر مواقع وقنوات حكومية رسمية. من يدخل فيكم لموقع وكالة الجزائر للأنباء الرسمية سيجد أنه يوميا يتم نشر على أقل شيء 3 أو 4 مقالات عن المغرب، وبشكل يسيء إلى المغرب ولا يتحدث بأي إيجابية. في السنة الواحدة أذكر يعني سنة 2024 أكثر من 1000 مقالة تم نشرها في موقع وكالة الأنباء الجزائرية، 1000 مقالة تخص المغرب،
ولن تجدوا منها أي مقالة تتكلم بشكل إيجابي عن المغرب. هذه يعني وكالة الأنباء الرسمية التابعة للدولة الجزائرية، فما بالك ببقية القنوات والصحف الإخبارية. الأمر حقيقة وليس وهم. أنا أتكلم عن يعني فقط بضغطة زر يمكن أن تدخلوا إلى موقع وكالة الأنباء الجزائرية وتشاهدوا ما وبحث بسيط وتتأكدون من كلامي. إذن هذه بروباغندا بائسة يمارسها هذا النظام المتهالك للنيل من المغرب ولنشر الزيف والادعاءات الكاذبة، ولكن الواقع يفضحهم. وحتى يعني علاقتهم السيئة حاليا مع إسبانيا وفرنسا يبذلون قصارى الجهد كي يخلقوا منه يعني يجعلون منهم أعداء للجزائر، ولكن الجزائريون يعلمون أن الموضوع ليس بالشكل الذي يتم الترويج لها. وبالتالي يعني يستمر مسلسل الإخفاق وتضييق الخناق على هذا النظام، وكذلك عزل الدولة الجزائرية في محيطها الجيوسياسي. أوكي، مثلا المغرب أحيانا يكون هنالك مشاكل مع إسبانيا، مشاكل مع فرنسا، بعض الدول الإفريقية، ولكن لا نتهجم بهذا الشكل الذي يتهجم به النظام الجزائري على جيرانه. القنوات الرسمية شيء، وكذلك وسائل الإعلام الخاصة أمر آخر أو شيء آخر. الأمر فيه يعني نوع من العقلانية في التعامل. في الجزائر لا، هذه العقلانية مفقودة بتاتا. يتكلمون على موضوع الصحراء المغربية وكأنها جزء من الجزائر، وعندما تذهب إليهم وتناقشهم في هذا الموضوع يقول لك لا، نحن فقط دولة محايدة. إذن محايدة وتتدخل في كل كبيرة وصغيرة بهذا الملف، أين هو الحياد؟ يقول لك لا، نحن حيادنا إيجابي. ما تفسيرك للإيجابي؟ الإيجابي مع المغرب أم مع جبهة البوليزاريو والانفصالية؟ أكيد ليس إيجابيا مع المغرب. إذن حتى هذه الإيجابية هي منقوصة عندك وليست حيادية. ف يعني الجميل أن الجميع أصبح يعرف مدى خبث هذا النظام، وأنه حتى وسيلة الضغط الإعلامية استخدامها بهذا الشكل المتكرر أفقدها قوتها وحتى تأثيرها في الداخل الجزائري وأيضا في المحيط ديال الجزائر. هذا هو واقع نظام أي دولة يحكمها العسكر.